سلام وتقدير أخواتي إخواني. حلقة اليوم غادي نبدأ بواحد السؤال حول ما إذا كان ممكن قضائيا وقانونيا وإنسانيا إسقاط على 2020 تهمة الفساد مادام الفساد متعشش كالوباء في البنيان ديالنا الاجتماعي. حكم على توفيق بوعشرين مؤخرا 6 شهور حبسا موقف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم. وحكم في نفس القضية على أسماء بوعشرين شقيقة توفيق وأسماء مساوي الزوجة ديالو ب4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم كل واحدة منهما. 3 أدينوا في ملف مرتبط بالفساد واختلاس وتبديد المال العام وتبييض الأموال في حسابات ومشاريع خاصة. الضحايا ماشي أشخاص مخزنين جابتهم جهات مشبوهة لتوريط 2020 في ملفات مفبركة، لا. هادشي قد يروج له سي توفيق ومن معاه من أصحاب الأقلام الهاوية عشاق البهرجة السياسوية. الضحايا أخواتي إخواني هم صحفيون عاملون بأخبار اليوم مورس عليهم النصب من طرف مالك الجريدة مالك أخبار اليوم، فقرروا رفع شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طلبوا فيها فتح تحقيق حول مصير الدعم اللي تلقاته الجريدة من وزارة الثقافة والاتصال فاش كان كيترأسها السي عثمان الفردوس، وهي الشكاية اللي تفاعلت مع النيابة العامة وأفضت إلى ما أفضت إليه من أحكام. اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ إلى آخره. اتهامات تعودنا سماعها في كل الفضائح المالية المرتبطة بكبار المسؤولين من وزراء برلمانيين قياديين في أحزاب الليبرالية الاشتراكية على مستوى أحزاب مختلفة، منهم اللي لقى الجزاء ديالو ومنهم اللي فلت من العقاب بعد تقادم التهم وطي الملف في رفوف النسيان. قد أكون متفق مع إدانة 2020 بجرائم اختلاس وتبديد المال العام التي تقتضي الردع الفوري والقوي لمفسدين لصوص المال العام، ولكن ما نكونش متفق على إدانة السي زميل بوعشرين بالفساد. نعم، يجب إسقاط تهمة الفساد على توفيق بوعشرين وعلى عائلته إقرارا بالعدالة والمساواة بين كل الأفراد. علاش؟ من منا أخواتي إخواني غير مفسد. أنا شخصيا ما كنعصرش سوى على القليل النادر ممن لم يفسدوا أو شركاء في الفساد بشكل من الأشكال. وبما أن الفساد متعشش في حركاتنا وسلوكنا نحن المغاربة، فيجب إسقاط الإدانة بالفساد على توفيق ومن معه من أفراد العائلة، والإبقاء فقط على التهم الأخرى كاختلاس وتبديد المال العام وتبييض الأموال في حسابات ومشاريع خاصة. أموال ديال الدولة كيتم تبييضها في مشاريع خاصة. إسقاط تهمة الفساد على الزميل توفيق ليس رأفة به وبأمثاله من إعلاميين لصوص المال العام أبدا. لصوص المال العام وما أكثرهم ممن يتنفسون اليوم عبير الحرية بلا تابع ولا متبوع، ولكن كون هذه التهمة هي ببساطة جزء من البنيان الاجتماعي ديالنا، حيث الفساد انغمس فينا
كممارسة مشروعة لإطال كل القطاعات الإدارية العمومية والخاصة، القطاعات الخدماتية المرتبطة بالصحة، التعليم، الجمارك، الصيد البحري، المواصلات، البناء، التجهيزات الأساسية، الصفقات العقارية. ما فلتاتش خدمة من الخدمات إلا وتبعتها الوسيطة أو البسيطة. صحيح أن فساد بوعشرين بعد أن أثبتت التحقيقات ذلك، هادو صحفيين رفعوا دعوة وثبتت تحقيقات أنه فاسد من حيث تبييض الأموال وتوظيفها مشاريع خاصة. ولكن حتى وإن كان فساد بوعشرين أكثر دناءة وحقارة لأنه يقوم على سرقة المال العام واستعمال النفوذ والاحتيال، كلها ممارسات إجرامية تمثل تحديا خطيرا في وجه التنمية، ضربة موجعة لمبادئ وقيم الديمقراطية القائمة على الثقة والتعاضد. ولكن واخا هكاك هادشي ما كيمنعنيش من التأكيد على أن الفساد حاضر ثم حاضر بقوة في بيئتنا، في سلوكنا، يقويه بالأساس انعدام الحس ديال المواطنة وانعدام الشعور بالروح الوطنية. هاد الفساد إلا لاحظتوا بدا صغير في الستينات، صغير ثم أخذ ينمو يترعرع كيكبر باش يتحول مع بداية الألفية إلى ما يشبه الوباء بعدما توغل في مؤسساتنا الإدارية والاقتصادية وفي بيئتنا الاجتماعية، وأصبح ثقافة عامة. تصوروا ثقافة كرست تطبيع مع الفساد. الفساد ولا جزء منا ولا عادي الفساد طبعنا معه تحت مسميات عديدة. حلاوة، واحد حلاوتك خذ هذه الحلاوة ديالك، الإكرامية، القهوة باش تقوى ما ديرش مني هذاك، خذ القهوة ديالكم، ولا هذا الواجب، هذا واجب خصنا نتصلوا فيك وانت كنتي معنا. تدويرة، تسميات مختلفة. الفساد توغل كوسيلة أسهل وأنجع لقضاء المصالح تحت هذه التسميات التلطيفية. لقى المواطن راسو شريكا في دائرة الفساد، كيدفع رشوة عن طواعية وطيب خاطر هو بغى يعطيها للحصول على رخصة أو وثيقة كان بإمكانه الحصول عليها من دون لا إكرام ولا تكريم. ويتمدد الفساد بشكل مخجل أخواتي إخواني، ليشمل استغلال العلاقات الشخصية أو ما نسميها باللسان الدارج الوسيطة، اللي كنلجؤ لها للحصول على خدمة أو رتبة، كما هو شأن امتحانات المحاماة اللي دوات الفضيحة ديالها كالصاعقة من دون محاسبة أصحابها، وعلى رأسهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي اللي أثار نجاح ديال الإبن ديالو الكثير من الشكوك. أليس فسادا رفض التحقيق في الموضوع والإصرار على تغييب الشفافية والمصداقية؟ الأسئلة اللي خصنا نطرحوها وإعادة طرحها هي: علاش لم يتم التحقيق، علاش ما تمش فتح تحقيق في الموضوع وملاحقة المسؤولين عن الفضيحة اللي تم التطبيع معها ولا عادية كجزء من قلاع الفساد الذي لا يجوز ردعه ولا تحريمه داخل هذاك. واش هذا الفساد ما كيغتالش مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمع؟ واش ما كتشكل
تشكلش الوسيطة والبسيطة مصادر رئيسية لتراكم الأزمات الاجتماعية. واش الفساد ما كيصيبش المؤسسات العامة والخاصة بالشلل وكيجعلها غير قادرة على النهوض بمهامها؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كنلقاوها أخواتي إخواني في مؤشرات الفساد اللي كتصدرها منظمة الشفافية الدولية واللي كتوضع المغرب في المراتب الأولى عالميا من حيث نسبة هدر المال العام وغياب الشفافية. نوع آخر من الفساد الاجتماعي والأخلاقي يبقى جاثما كالسرطان على صدورنا من خلال الغش الفظيع في السلع، في البضائع التجارية اللي كنستهلكوها ومع المنتجات الغذائية بجميع أشكالها. معظم المحلات التجارية ديالنا والأسواق ديالنا أصبحت منافذ رئيسية للسلع المغشوشة والبضائع الفاسدة لا رادع المحتالين ممن أشاعوا ثقافة الغش في البنيان الاجتماعي المغربي. الظاهرة أخواتي إخواني ما كتقتصرش على المستلزمات المنزلية والملابس والأقمشة، بل تطال كل المواد من أغذية، حلويات، فطائر، أجبان، حليب، عسل، زيوت، جميعها تفوح برائحة الغش والفساد. ويتعشش الفساد فينا ليشمل حتى بعض وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية التي تزودنا كل يوم بتحاليل تمجيدية لهذه الجهة على حساب الجهة الأخرى. صحف تتراشق فيما بينها في تسابق مريب نحو إكرامية ما، إما مباشرة أو من خلال إعلانات إشهارية. مثل هذا الإعلام الذي تكاثر كالجراد هو فاسد لأنه ما عندوش قناعة فكرية بعينها، ما عندوش منظومة مبادئ كيدافع عليها، ما عندوش، ينقلب بسرعة كل ما كبرات ولا صغرات الإكرامية. كتكبر تمجيد، كتصغر تقديح. آفة هذه المنابر انها حنا هذا الشيء هذا غريب علينا، هذا الإعلام الجديد هذا غريب علينا. حاشا أن نسميه إعلاما، حاشا. آفة هذه المنابر الإعلامية أنها بدل من أن تقدم للقارئ سلعة نظيفة كتسم بالحياد والاستقلالية، كتختار الكذب والدجل والتراشق المشحون بعبارات الشتم تجاه الإعلام الواسي اللي كيطلعنا كل يوم مقالات وأخبار، بعضها ملتقط من الصحفي نفسه وبعضها منسوب للمنابر الإعلامية أو للزميل الفلاني. الجسم الصحفي منيع ومتماسك، وكل منبر كيعمل في حدود الأنساق التحريرية ديالو المختلفة على صناعة خط تحريري يميزه ويعكس وجهة نظره دون ما تصادم أو تراشق مع المنابر الأخرى. هذه المنابر الجديدة اللي ولات هكا كتعتبر راسها أقلام مزعجة. حنا أقلام مزعجة والمخزن كيطاول علينا. مزعج باش مزعج فينا هو الكلام اللي يزعج المخزن كما كتسميه انت، سميه اللي بغيتي وتاخذ منك انت موقف منه. الكلام مزعج إلا كان رأي، كلام محترم إلا كان رأي، إلا عبرتي على رأيك بشكل زعجتي به خنوش ممتاز.
ازعجتي به لصوص المال العام، ممتاز. تحاملتي به على هاد الناس اللي كيضربوا القدرة الشرائية للمواطنين، ممتاز. إلا بديتي فيه برأي، ممتاز. ولكن لا عطيتي فيه خبر، أنت مجرم. فاش تقول لي فلان شفار، فين هو الرأي؟ هاد الناس يحتمون بحرية التعبير، كيقبضوها كيشلطوا حرية التعبير، عفوا كيشلطوها. وحرية التعبير منهم بريئة، ما كاينش حرية التعبير، كيقتاتوا من حرية التعبير. فاش يكون تعبير ممتاز، أنا أحترم الرأي ديال الآخر، ولكن يكون رأي. ولكن فاش كتقول شفار، هذا شفار، فين هو الرأي؟ فين هو التعبير؟ ما عبرتي، ما قلتي رأي، ما اختلفتي، ما توافقتي مع الرأي، عطيتينا خبر. الخبر كنعرفوه، أول درس كتقراه في المعهد العالي للصحافة، الخبر مقدس والتعليق حر. الخبر مقدس. فاش كتقول مجرم، مزيان، قلتي لنا خبر. المصدر ديالك شنو هو؟ المصدر ديالك خبر بدون مصدر. أخواتي إخواني، سمعوا مزيان معايا. أنا مارس هذه المهنة 40 سنة ويزيد. اسمعوا معايا إخواني، أخواتي إخواني، الخبر بدون مصدر هو قادورة، هو مزبلة، قادورة كلامية. والمصادر كتختلف، كاين 18 نوع ديال المصادر. خاصني فاش نقرا الخبر نلقى نوع من هاد 18 الخبر. بدون مصدر هو مزبلة، هذا شفار. شنو هو المصدر ديالك؟ شنو هو الدلائل ديالك دامغة أن هذا؟ إذا أنت فاش كتقول هذا شفار، خصك تمشي للحبس. الحكم ديالك ما كيبقاش حكم على قانون الصحافة، خرجتي على قانون الصحافة وليتي مجرم. التحريض على الوطن ما بقاش حرية تعبير، جريمة. سي رخيص عزيز غالي ولا سميتو للطول على الوطن، خائن متطاول على الوطن. ويجيو اللصوص الصالحون المفسدون كيقولك حرية التعبير. فين حرية التعبير؟ التحريض على الوطن جريمة. وكانت دولة حقيقية اللي بغات توقف معاه مزيان، خصو يمشي أولا، خصو تنزع منه الجنسية وتحاكم، ماشي مواطن. خصو أنت مواطن ديالنا، أنت مغربي. الأعداء بغاو اجتثاث المغرب من جذوره لإفريقيا ويحيدوا له الصحراء ديالو. يبقى كتقول لي لا، ما كانش الحكم الذاتي. انت خاين الوطن. فين هي حرية التعبير؟ المادة 10. أخواتي إخواني، سمعوا، راه هاد الناس كيعرفوا هاد الشيء، هاد المجرمون اللي كيقولك حرية التعبير كيعرفوها. المادة 10 من حقوق الإنسان ديال الاتحاد الأوروبي. حقوق الإنسان جبناها من عندهم. حنا ما كنعرفوا لا حقوق الإنسان ولا حرية التعبير. هاد الشيء كناخذوه منهم، كنبغيو نطبقوه في بلادنا. المادة 10 كتقول كتجرم أي واحد حرض على الوطن، أي واحد حرض على الدين. تجي تحرضي على الدين تقول لي حرية التعبير، تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم واش هو النبي الإسلام، وتقول لي حرية التعبير. أنت مجرم، خصك تحاكم. أخواتي إخواني، أكتفي بهذا القدر، وإلى غير بال قادم بحول الله.